ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قصتنا عن يأجوج ومأجوج ومغامراتهم في الأرض من أول ما يخرجوا لحد ما بالسلامة يموتوا. هنتكلم في حلقتنا النهارده عن لغة يأجوج ومأجوج، أكلهم وشربهم وحاجات تانية كتير. تابعني لنهاية الحلقة وإن شاء الله هتستفيد. لغة يأجوج ومأجوج أكيد دي مختلفة عن باقي البشر. يأجوج ومأجوج دول قوم عايشين تحت الأرض. وإيه قصتهم وليه هم عايشين تحت الأرض؟ هي قصة طويلة شوية بس هقولها لكم باختصار. في الوقت اللي كان فيه يأجوج ومأجوج كان أهل الأرض ناس غلابة جدا وبيشتكوهم للحاكم اللي في الوقت دوت كان ذي القرنين، وكانوا بيشتكوا من إنهم مفسدين في الأرض، واللي بالمناسبة كان حاكم صالح. يأجوج ومأجوج كانوا عايشين بين جبلين واللي تم ذكرهم في القرآن الكريم. ولما وصل لذي القرنين الحاكم الصالح في التوقيت دوت شكوى الناس الغلابة من يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض وتخريبهم في الأرض. قرر يعمل سد ما بين الجبلين عن طريق الحديد والنحاس، وده طبعا عشان يزيد من صلابته. سؤال مهم، ازاي عاشوا تحت الأرض؟ ربنا سبحانه وتعالى خلى الإنسان بيتأقلم مع الظروف اللي حواليه. يعني مثلا الناس في قارة أفريقيا سمر شوية وجداد شويتين عشان يتحملوا ظروف الجو والحر الشديد عكس سكان أوروبا، وهكذا يأجوج ومأجوج اللي ليهم ظروف خاصة بتناسب طبيعة المكان اللي هم عايشين فيه. وسؤال تاني، طب هم بياكلوا ايه وبيشربوا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لم يذكر أي حاجة عن أكلهم أو شربهم. تسأل نفسك سؤال تاني يا صديقي العزيز وتقول هو احنا ليه مش عارفين مكان يأجوج ومأجوج؟ لما بتيجي بتفتح جوجل ايرث تشوف الأرض كلها إلا مكان الجبلين، تفتكر ليه؟ الإجابة يا صديقي باختصار إن احنا لحد دلوقتي ما وصلناش ل10% من أسرار الكون. زي إن لحد دلوقتي مش عارفين الفراعنة ازاي قاموا بعملية التحنيط. يجي حد تاني محترم يقول لي يا ابو حميد هو يأجوج ومأجوج بالمناسبة يعني بيتجوزوا زينا كده ويخلفوا؟ احب اقول لك يا صديقي ايوه طبعا بيتجوزوا وبيخلفوا، والدليل على كده كمان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو بيقول فيه لا يموت الفرد من يأجوج ومأجوج حتى يرى 1000 من أحفاده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس بتقول ان الحديث ده ضعيف، لكن انا بقول الله اعلم. ولما هيخرجوا هيكونوا باعداد مهولة، لا ليهم اول ولا ليهم اخر، لدرجة انهم هيمروا على بحيرة طبرية. وطبعا بحيرة طبرية دي من اكبر البحيرات في العالم، لما هيعدي اولها هيجي اخرها مش هيلاقي نقطة مية، ولو انت جيت عديت بعدهم هتلاقي الارض ناشفة وكأنك معدي في صحراء، وكأن المكان ده موصلوش مية قبل كده، وده دليل على عددهم المرعب. ونرجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لا يموت الفرد من يأجوج ومأجوج حتى يرى 1000 من أحفاده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال هنا، على كده هو الفرد فيهم بيعيش كم سنة؟ ولما يخرجوا هيعملوا ايه بالظبط؟ احب اقول لك يا صديقي انهم هيقتلوا كل سكان الارض ما عدا سيدنا عيسى عليه السلام والمسلمين اللي معاه. وبعد ما يقتلوا كل البشر اللي موجودين على الارض هيروحوا يستخبوا في الكهوف اللي موجودة في سيناء، وساعتها هيقولوا لقد قتلنا كل من في الارض فهيا بنا نقتل من في السماء. فيمدهم الله في طغيانهم فيرسلوا سهامهم الى السماء فترجع لهم مرة تانية هي محملة بالدماء، فيظنوا انهم قتلوا من في السماء هم كمان. طب ما لو المنظر بالشكل ده والكلام بالشكل ده 5 6 7 8 قنبلة من القنابل النووية بتاعتنا ونخلص الموضوع. انت بتقول كل اللي معاهم سهام ورماح وحاجات من البدائية دي كلها، واحنا معانا اسلحة حديثة جدا ومتطورة، ومعانا علماء وعقول عقليات فذة، وهم زي ما بتقول عندهم تخلف عقلي شديد.
يعني احنا ببساطة هنكون أقوى منهم بمراحل. أحب أقول لك يا صديقي، ومين قال لك إن الحضارة اللي احنا فيها دلوقتي أو عايشين عليها دلوقتي هتستمر أصلا؟ الحضارة والتطور العلمي، الحاجات الغريبة اللي بتحصل حوالين مننا دي كلها مش هتبقى موجودة أصلا. أقول لك خد عندك يا صديقي مثلا الحضارة الفرعونية، سايبة أسرار وراها وحاجات محدش يعرف عنها حاجة لغاية دلوقتي، زي سر التحنيط مثلا. سر التحنيط وحاجات كتيرة بالفعل محدش يعرف عنها حاجة لغاية دلوقتي. وزي ما قلت لك حضارة وراحت. قوم عاد وثمود كان ليهم حضارة ومباني شاهقة وذكرت في القرآن من قوتها وعظمتها وجبروتها، ومع ذلك حضارة وراحت. الحضارة اللي احنا فيها دلوقتي دي يا صديقي هتنتهي آجلا أم عاجلا، بحرب نووية، بزلزال من عند ربنا، الله أعلم. المهم لازم يكون عندك يقين وثقة إن الحضارة دي هيجي يوم من الأيام لازم تنتهي، والله أعلم. وخليك متأكد إن احنا هنرجع تاني زي زمان للحروب اللي كانوا بيحاربوها عن طريق السيوف والرماح والسهام. تيجي تقولي انت بتقول في بداية الحلقة ان دول هيطلعوا يخلصوا علينا واحد واحد، ازاي طيب؟ هو ازاي انا اشوف حد جاي عليا عايز يقتلني، يقتل اسرتي، وانا هقف اتفرج عليه وما دافعش عن نفسي ولا دافع عن اسرتي؟ احب اقول لك يا صديقي مثال، انت لو في معركة وجاي عليك 1000 شخص بالظبط وانت بطولك ومعكش حد، انت ساعتها هتكون قادر تفكر حتى ان انت تدافع عن نفسك؟ انت اي حركة هتصدرها جسمك هيكون في شلل تام من الصدمة والرعب اللي انت شايفه. انت برضو يا صديقي كل ده وللحظة دي انت مش متخيل عددهم قد ايه واحجامهم قد ايه. ونيجي بقى يا صديقي لأهم سؤال، هي الكائنات الجبارة دي هتكون نهايتها ازاي؟ اقول لك يا صديقي عن طريق جندي من جنود الله، دودة صغيرة. دود هيدخل في أجسامهم ويخربها من جوه لحد ما تيجي لحظة يقعوا فيها كلهم مرة واحدة. وده هيحصل يا صديقي لما يفكروا يروحوا لسيدنا عيسى عليه السلام والمسلمين اللي معاه عشان يبيدوهم زي ما بادوا بقية البشر اللي على الأرض. وهنا بدعوة واحدة بس من سيدنا عيسى عليه السلام والمسلمين اللي معاه هتنتهي كل مغامرات يأجوج ومأجوج المخربة، وبعد كده هتبتدي أحداث جديدة إن شاء الله نعمل لها فيديو مخصوص عنها. أتمنى منك يا صديقي الدعم كالعادة بلايك وشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كومنت، اوعى تنسى كومنت تقولي رأيك في الحلقة وأي استفسار. شجع أخوك أحمد الشاذلي. سلام.